هو السيزر سالاد طبق مكسيكي ولا إيطالي؟ مكسيكي وإيطالي إيه يا بنتي؟ ده اتعمل عشان المكونات خلصت من المطبخ. خلونا نبدأ الحكاية من أولها في الحلقة التانية من سلسلة حكاية أكل. في مطعم في مدينة تيكونا في المكسيك عام 1924 كان في شيف إيطالي اسمه سيزر كارديني، وكان اليوم ده ضغط شغل وفيه زباين كتير، وخلصت مكونات السلطة وقتها، وكان لسه شيف مبتدئ جاي يدور على شغل في المكسيك. ولما المطبخ بدأ يتوتر هو بذكائه حب يعمل سلطة بباقي الخس اللي موجود، وضاف عليه الخبز المحمص وأبدع في الصوص، ولأنه إيطالي طبعا حط بارميجان كتير على الوش. ولما طلع الطبق للصالة ناس كتير حبيته وسألت على الشيف. ثانية واحدة، أنا شفت المشهد ده فين قبل كده؟ عجباه شوربة الانجويه. عملت انا الراتاتوي في الحلقة الاولى، لو ما شفتوهاش يبقى فاتكوا كتير. المهم ان السلطة اتشهرت وسموها على اسمه، وبدل ما كان شيف رايح يدور على شغل بقى من اشهر الشيفز الموجودة وقتها في المكسيك، وطلع طبق السيزر سلطة على قائمة اشهر السلطات حول العالم. ولما وصل لمطاعم الفاست فود غيروا في الصوص، لان الموضوع كان مكلف انهم يستخدموا صفار بيض اورجانيك وفريش في نفس الوقت، فاستخدموا بداله المايونيز الجاهز عشان بياض البيض بيكون مبستر فما بيكونش بكتيريا. واكيد كلنا عارفين اللي طعمها حلو جدا. المكونات تحت الفيديو لازم تجربوها.